البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا مزيان وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم الموضوع ديالنا والسلسله الرمضانيه اللي غادي نكملوها على الجيل العاشق او الجيل العاشق الخارجي. يعني هذا ما كيتسمى بالمس، هذا مس عاشق. من اخطر انواع الجن، من اخطر العوارض هو هذا. علاش؟ لان العوارض او الجن الشيطاني اللي كيتلبس الجسد الانسان واللي كيترصد ليك واللي كيكون عندك معاك ويكون خادم سحر، كاين اللي كطيحي في يدك وكاين اللي كطيحي فيه قدرته الروحانيه على قدو، كيدخل الجسد معاك كيبقى يعذبك. هذا كتكون حالتك سهله، كتكون العلاج ديالك سريع. كيدخل الجسد كيعذبك، تقدري ما تبقايش تغسلي، تقدري تولي طيحي، تقدري انك تولي ديما كتشمي فيك ريحه خايبه، تقدري انك تدخل بحال حاله اكتئاب. يعني هذا كيوريك راسو، كيبين لك راسو انا كاين، انا خادم داك السحر. فهمتي؟ العكس هذا المس. المس شنو هو؟ المس كيدخل الجسد مره في الشهر، مره في السيمانه، نهار كيبغي انه يمارس معك مثلا في الحلم او في اليقظه. ما كان عندكش الاعراض السحر، ملي كتمشي عند الراقي ما كتعالجيش، كيبدا كيقرا، ما كطيحيه، ما كيطلع فيك ملك، ما كتسوي. علاش؟ لانه هو خارج الجسد، هو فقط كيراقبك من بعيد، هو فقط كيحوم بك، كيدور بك. ولكن واش هو في الجسد؟ لا. ملي كتمشي عند المعالج، واخا تكون عند زاويته او المركز فين انك غتعالجي عنده بدون جدوى، هذاك السيد ما كيحس بحتى شي حاجه، اولا انت ما كتحسي بحتى حاجه. هو بحال نقولوا حنا الطيار، نهار كتدخلي للمركز ديال العلاج هو كيخرج من الجسد كيمشي، فانت ما كيوقع لك والو، ما كطيحي، ما كتصابي بحتى شي اعراض ديال المس اولا ديال عندك السحر اولا عندك عين. عادي كتكوني حياتك عاديه. غير بعض المرات كتمرضي، كتحلمي معاك شي حد في الحلم، كتافك يقدروا يطيحوا لك، راسك كيبقى يضرك، حياتك كتكون موقفه. واحتمال انك كيكون عندك ثقافه على الزواج، يعني نتيا فين ما شي واحد كيبغي يطرق لك الباب ويبغي يتوكل على الله باش انه ينوى معك المعقول، كيوقع التوقيف. يعني ما كتكملش ديك الفرحه ديالك انك انتي غتزوجي غتولدي وليداتك، ما كتكونش، حيت هذا كيكون مس عاشق خارجي كيراقبك من بعيد. قدر ان الانسان يدير حفله، خطوبه، صداق، وفي الاخر هو كيتلبس لجسد الانسان الاخر، يعني راجلك او مرتك او خطيبك ولا خطيبه ديالك، وكيجي لعنده لودنيه وكيبقى يوسوس ليه وكيكرهو فيك، فهاد كتبقى نتيا فسختي الخطوبه ديالك وحتى شي حاجه ما تيسرت لك في داكشي اللي كامل. هذا كيكون نوع خطير بزاف، ماشي غير شويه، ماشي بحال اخر بعدا كيكون في الجسد. ديري الزيوت، الرقيه، علاجو ساهل. هذا كاع علاجو تمشي لحصص الرقيه تعالجي، ديري الزيوت تعالجي، تقراي القران تعالجي. بزاف الناس كيقول لك حنايا مشينا درنا الرقيه والو، حنايا تعالجنا هنا وتعالجنا هنا، حكا نصبوا علينا، حكا داروا لنا، حكا فعلوا لنا. لا، ما كاين حتى شي حاجه من داك الهضره. نتوما فقط عندكم مس خارجي، يعني ما كتكون حتى شي حاجه من هادشي. واخا تقيلوا تجريو بالنهار وبالليل ما عمركم غتعالجوا، لانه هو خارجي. هذا غير بعض المتمكنين اللي كيتصادوه. اول حاجه، اسهل طريقه انك تعالجي منه كتفكي السحر. واحتمال كيكون سحر مدفون، كيكون هو حارس او خادم سحر، كيكون مره حارس داك السحر المدفون في المخباره، ومره معاك في الدار. فانتي كراقي او انت كمعالج ولا هادي ولا هادي، شنو كدير؟ كتمشي كتفك السحر. الخدام ديالك كيوريك مكان السحر، كيتم فك السحر، كيتم هادي كتحيد الاسحار، كتحيد العقاد، الراس، داكشي كامل. كتصفي الذات ديالك. بزاف د الحوايج، بزاف ديال الطرق خاصكم ديروهم، يا نتيا اولا انت كمعالج اولا انت كبنت تبداي تعالجي راسك. من بعد ما هو تفك داك السحر كيولي لك هو عاشق، يعني هو كيولي كيعشقك
بحال شي واحد كيبغي شي وحده ولا شي وحده كتبغي شي حد. من بعد لا ملي كتحيدوا الاسحار وهادشي هذا كيوقع تحصيل البيت. تحصيل البيت ضروري، ما كيحصنش دارو ما حصن والو. ملي كيوقع تحصيل البيت ديك الساعه البنت اولا السيد كيوقع في واحد الحرب. خاصو هو يحصن راسو، خاصو هو يعالج راسو براسو، يعالج الجسد ديالو. الجسد ديالك خاصو يتعالج من الداخل. يعني القارين ديالك، هذيك الوسوسه اللي كتجيك ديال انا خايبه، انا ما عندي زهر، انا غنقب بوحدي، انا هادي انا هادي، كتبداي كتعالجي راسك براسك، كتولي كتحسني راسك. ديما التحسين ديالك نتي هازاه في مشيتي نتي هازاه. فهنا كيولي انك انتي كيبدا العلاج باش هذاك المس ما يبقاش يدور بيك، ما يبقاش في الجسد ديالك يدور بيك. واحتمال انه هو مني يحيد السحر وداكشي كامل ويبغي يدخل يتلبس الجسد باش انه يمرضك اكثر واكثر. فهنا كيوقع التحصين، وكتوقع البنت خاصها تصفي الذات ديالها وتحيد الاسحار وتحيد الحوايج الخبيثه اللي في الجسد ديالك. عاد تقدري انك تعالجي منه. وضروري ومؤكد القارين ديالك، حيت القارين هو اللي كيتفق مع هاد النوع ديال الشياطين. وضروري الصلاة في الوقت، ضروري الاستغفار في الوقت باش انك تقدري انك تفكي منه بصفه نهائيه. لان شوفوا الاسحار والعاشق وهذا الشيء كيمشي وكيعاود يرجع ليكم، حيت ما كتحسطوش ريوسكم، ما كتنوضوش الصلاه في وقتها. بزاف ديال الحوايج كديرهم في وقتها. يعني اخطر سحر عندنا حنا في المغرب ماشي خطير بزاف، ولكن المهم هو السحر ديال الثقاف او سحر مدفون. واخطر جني هو هذا المس العاشق خارج الجسد. ويقدر، علاش كنقول لكم حسن البيوت ديالكم، حيتاش من بعد يقدر انه يخرج من الجسد ديالك نتيا، ما يبقاش عاشقك نتي او عارض ليك نتيا ويدوز لبنتك او لاختك او لولدك ولا راجلك. يعني كيتلبس جسد اخر، حيت هو اصلا كيكون صاحب القارين ديالك. يعني كيكون عنده علاقه مع القارين، خصو غير فين يلصق، ما عنده ما يدار. ولكن عندنا واحد القضيه، كاينين بعض العوارض خدام السحر الا فكيتي السحر ما كتبقاش عندهم واحد الوظيفه، هذيك خدمتهم. انا غتخلصني على واحد الخدمه غادي نديرها مثلا، هذيك الخدمه اللي بيني وبينك ساليناها، يعني فكينا داك العهد او داك العقد اللي انا وياك درناه، ما عنديش علاش نبقى في ديك الخدمه، كنمشي بحالاتي. وكذلك هو العكس، اللي كنتي انتي وعائلتك كلكم زهريين، فهو بغى يتغطى على الطاقه الزهريه ديالك، غادي يبقى لك في الدار وغيبقى في الجسد ديال الابناء ديالك ولا ديال خواتك ولا خوتك ولا راجلك. فالانسان يحصن البيت ديالو ويحصن ذاته. ووصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك ودوزوا عندنا الانستغرام رحله المعرفه، ونتلاقاو في لايف جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم.